شاء الله يا رب. شكرا لك بثينة، نتمنى انه هذه الرسالة توصل لكامل اصحاب الاهداف واصحاب الحلم. نتمنى لك كل التوفيق بثينة ومزيدا من التألق والابداع ان شاء الله يا ربي في مجالك وفي على الصعيد المهني كذلك. اذا شكرا لك بثينة، شكرا لكم انتم ايضا مستمعينا الافاضل. كانت هذه موهبتنا وضيفتنا لهذا العدد ضمن ركن موهبة عدد. يلا نروحوا بكم مباشرة الى ركن الموالي والاخير في برنامج نبض الشباب، قصة مثل. قصة مثل. أهلا بكم أحبتي مستمعي إذاعة الجزائر من ورقلة، متابعي برنامج نبض الشباب في ركن قصة مثل. في الجزائر كثيرا ما نردد هذا المثل ونقوله في المواقف التي بدل أن نكسب منها شيئا نفقد فيها أشياء، فنقول الحمار ل7 فرنك. فمن أين جاء هذا المثل وما قصته؟ يروى أن عطارا كان له حمار يزول به المدينة لبيع أغراضه، وكانت له عادة سيئة، كان يعاكس النساء والبنات اللواتي يبتعن منه ما يحتجن. فعزمت إحداهن على النيل منه، ففكرت في مكيدة تدبرها له، فاشترت منه أغراضا كثيرة حتى ثقل عليها حملها، فطلبت منه نقلها للبيت وتزيده عن ثمنها 7 فرنك. فوافق العطار فورا ونقل لها الأغراض، حتى إذا ما وصلوا لأحد الأبواب الكبيرة قالت له: انتظرني هنا ريثما أنزل أغراضي من على ظهر حمارك وأعود لك بالحمار و7 فرنك. مر وقت طويل والعطار ينتظرها أمام الباب ولم تخرج، فبدأ بطرق الباب ولم يجبه أحد. وبعد مدة خرج شيخ كبير من ذلك الباب، فقال له العطار: يا شيخ، أين بيتك؟ أين 7 فرنك؟ أين حماري؟ فقال له الشيخ: أجننت؟ ليس لي بنات ولا أسكن هنا أصلا. فقال العطار: دار من هذه إذن؟ فقال الشيخ: هذا باب يدخلك المدينة ويخرجك منها، وليس بابا لدار أحد. فعلم العطار حينها أن المرأة قد خدعته ونالت منه، فصار يمشي في الأزقة ويردد: الحمار ل7 فرنك، الحمار ل7 فرنك. وصار الناس من بعده يرددون هذا المثل بعد كل خيبة أمل. إلى هنا تنتهي قصتنا. في الأخير يمكننا أن نقول أننا في زمن قد تصلح فيه النساء ما أفسده العطار. إلى اللقاء. قصة مثل. إذن بركن قصة مثل لي زميل أبا يحيى عبد الوهاب نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية أركان وفقرات وبرنامج نبض الشباب لهذا العدد. شكرا لكل من تفاعل وتواصل معنا سواء على صفحتي على الفيسبوك وحتى على الانستغرام، وكل من قدم لنا تعليقات، وكذلك الشكر للزميلين صديقين العزيزين على قلبي حسام ومايلو مولود زواويد، وكذلك شكرا لبثينة معمر اللي كانت معنا ضمن ركن وفضاء موهبة عدد. نلتقي بحول الله تعالى في مواعيد لاحقة وفي أعداد مستقبلية بحول الله تعالى. لذلك الحين تقبلوا تحيات عمار بن زيد من رافقكم على رأس العارضة التقنية، وهذا عمر فاروق محبكم يحييكم في أمان الله.